تعالى وبركاته، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي المقادير. كما قلت لكم بانني غنعمل 3 كيلو ديال الطحين، ولكن غنعمل لكم القياس انا ديال كيلو ديال الطحين، باش اللي بغا كيعمل القياس صغير كيعدلو. على بركه الله نبدا معكم. عندي هنايا كاس ديال الجنجلان اللي عندي خضار. الاحسن انكم ما تحمروا ما حتى حاجه، تخليه خضار هيداك باش حيت مازال غادي تقلى شباكيه، يعني الاحسن انه ما يتحمرش وطحنيه. عندي كاس ديال الخل، كاس ديال المزهر، والزبده عندي مذوبه كاس، وهنايا اللوز عندي خضر مطحون ومغربل مزيان. اللي ما بغاش يدير اللوز ما يديروش، يعني على حسب الامكانيات عندكم في الدار. كذلك عندي كاس ديال الزيت، وعندي هنايا الملح المسكاوح الكوزه مطحونين مغربلين، وعندي هنا 3 البيضات حيت انا عندي 3 الكيلو، يعني غتعدلوا بيضه واحده فقط، والنافع وحبه حلاوه معلقه كبيره النافع ومعلقه كبيره حبه حلاوه، وعندي اسكت نسيتها معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي واحد الرويز صغير ديال الخميره ديال الخبز، يعني ما تكثروهاش غير الراس ديال معلقه صغيره، وعندي واحد البنه بنه ديال الضمه ديال الزعفران، وعندي ساشيه ديال الخميره ديال الحلوه. صافي هادو هما المقادير اللي كاينين. عندي هنايا الطحين، عندي نقدر نلقسكم في الاول، يعني دابا اللقامه نلقسكم كامله. دابا غندير ديك اللقامه حيت انا قلت لكم في الاول عندي 3 كيلو ديال الطحين، الا نعمل اللقامه اللي عندي اخرى. كلشي غادي نخوي هنايا النواشف كامله، ديما كنسبقوا النواشف. صافي ندخلو هادشي كامل ببعضو. احسن الشباكيه بغيتي تستقلق كدير ليها كتبسميها مزيان ديك الزبده والزيت، كتخليها تبات، وفي الصباح غير تعجنيها ضيفي لها غير المزهر وشويه ديال الماء وصافي كتعجنيها باش كتجيك ساهله. صافي دابا غادي نخوي كلشي السوائل اللي عندي، والبيض كديروا غير الصفر صافي، ما كديروش البيض. واذا كان كاع عندكم باقيين فيهم شويه احسن انكم تصفيوها مزيان، ما يبقاش ديك البيض ديال البيض، حيت هو اللي كيدير ديك الكشكوشه ملي كنجيو نقليو. المزهر صافي دابا انا خويت اللقابه كامله ديالي وغادي نلب بها كامله.
ونبسمها مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا ملي دخلت انا القامه مزيان في الطحين، بسمتها مزيان بهذه الطريقه. صافي دابا غادي نجمعها بشويه د الماء حيت دغيا تجمع ليا باش ما نطولش عليكم الفيديو. والشباكيه ضروري انها تكون قاصحه، ما تكونش غير رطبه، حيت اذا كانت رطبه راه غتجيكم الشباكيه قاصحه بزاف في المذاق ديالها وفي العضه. ولكن اذا كانت قاصحه غادي تجيكم رطبه وغتجيكم مزيونه. ودابا نوريكم القوام ديالها ان شاء الله ملي نخلطها. خليكم معايا. هانتوما كتشوفوا ملي عجنت العجينه ديالي وجمعتها كامله. دابا غنوريكم القوام ديالها. شوف القوام ديالها راه كتجي قاصحه. صافي غنوريكم دابا كيفاش غادي نورقها ونقطعها خبيزات صغارين صغارين ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا هنا لبيتو نوريكم كيفاش هادو مطويت ومرقتهم. كنديرهم في الساشيه هكا او السلوفان، تنقيوهم على جنب حتى اسمحوا لي. هانتوما كتشوفوا ملي كنطلق العجينه على هذه الطريقه كنطويها هيدا باش كتجيني العجينه ديالي مرقه والشباكيه مرقه. صافي غادي نطلق هاد العجينه ديالي كامله ونعدلها ترتاح وساعه نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غنشبكو. ودائما هذه هي الشباكيه اللي كنصاوب معكم، فعندي معتمده دائما بالإقامه. شوف تبارك الله كيف كتجي معمره بالإقامه. وصافي ملي نرجع ان شاء الله نشبك ساعه نوريكم الطريقه ديالي. دابا رجعت معكم ملي طلقت العجينه ديالي. هانتوما كتشوفوا كنطلقها رقيقه، ما تكون لا رقيقه لا غليظه شويه. ودابا غنوريكم الطريقه ديال الشباك ديالي. نجيب قيطريه كنعمل الشرطه الاولى، الشرطه الثانيه، الشرطه الثالثه وتنقطع. هانتوما الشرطه الاولى، الشرطه الثانيه، الشرطه الثالثه تنقطع. نوريكم دابا الطريقه. ثم كتشوفوا تنقسمها هيدا ساهله. هذه الثالثه كنضيفها على الاولى والرابعه كنضيفها على الثانيه. تنمسح بيدي هيدا وتنحطها تنقرص شويه هيدا بهذه الطريقه. الشباك ديالها ساهل. هانتوما كنفتحها في النص. هذه الثالثه كنضيفها على الاولى والثالث والرابعه كنضيفها على الثانيه. كنمسح هيدا بالاصابع ديالي وكنشكلو الشباكيه باش كتبقى المنظر ديالها زوين. هانتوما كتشوفوا الشباك ساهل. نزيد معكم شويه. هانتوما 1 2 3 تنقطع. 1 2 3 تنقطع. هانتوما كنفتحها في الوسط. هذه الثالثه كنضيف على الاولى والرابعه كنضيف على الثانيه وكنفتح في الاصابع ديالي بهذه الطريقه. صافي وهذه هي الطريقه ديال الشباك اللي كنشبك انا ساهله. هانتوما تشوفوا شبكت شويه. ايوا صافي غادي نبقى كنضيف انا 2 فوق بعضهم هنا باش كيجيوني ساهلين. ملي كنجي نهزو ونقليهم كيجيوني ساهلين. وهذه هي الطريقه ديال الشباك ديالي. وخليكم معايا تنكمل كلشي اللي عندي العجينه ديالي ورجع باش نوريكم ان شاء الله القلي والتعسل. يلا خليكم معايا. ورجعت معكم ملي كملت الشباكيه ديالي كامله. هانتوما كتشوفوا خليتها شويه تنشف. وهذا هو العسل سبق لي انني شاركته معكم وعندي في القناه. هانتوما كتشوفوا والزيت عملته سخون جربت فيه هذه. ومن بعد ملي رجعت معكم هانتوما كتشوفوا ملي كملت الشباكيه خليتها تشطف شويه باش كتجي زوينه ملي كترتاح. هانتوما كتشوفوا. وهنايا
العسل اللي باش نعسل به، وهنا الزيت عملته يسخن. شوفوا شي طنجره ولا شي مقله اللي تكون غارقه شويه، جربتها هذه شويه ودابا غادي نبدا نقلي معكم ان شاء الله. نتوما كتشوفوا واخا كنهز هيدا الطريقه ما تخافوش منها، واخا كيكونوا جوج هكا ملصقين، ملي كديرهم كيتفسخوا على بعضهم. ملي تكون الشباكيه كطيب خصك تنقص لها البوطه باش ما كتحرق لكش دغيا، كطيب على خطره. شفتوا دابا كيف كتفتح على بعضياتها. ايوا صافي دابا غادي نكمل هاد القنيه ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما الحبايب ديالي ملي كملت الشباكيه ديالي، هانتوما تبارك الله شحال حصلت على ديال الشباكيه. راه تبارك الله كيلو ديال الطحين كيصاوبنا 3 كيلو ديال الشباكيه. هانتوما كتشوفوا درتهم في البواطه ديالو، ويتهم الساشيه او السلوفان اللي بغيتو باش كتبقى رطبه وكتبقى زوينه. واللي دارت الكميه كبيره كتديرها في الفريكو، كتستعمل عين اللي بغات واحد البواطه، كتستعمل حتى كتسالى لها هذاك، عاد كتبدا واحده اخرى وراه كتبقى غزاله. وانتم كتشوفوا اذا نشفتكم شويه من العسل، يعني اذا دوزتكم مده طويله ونشفتكم العسل، كتجبر البواطه كتغلقها مزيان وكتقلبيها باش العسل كتهبط اللي كتكون تحت كتهبط الفوق. وصافي هذه هي الشباكيه ديالي. نتمنى الحبايب ديالي يتسنى الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على المشاهده. كنتمنى لي لايك وشكرا بزاف، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. عواشركم مبروكه، الى اللقاء.